السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ردي على كلام فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأقول له ليتك سكت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. استمعت للأسف إلى الكلام اللي قاله الشيخ، وأنا والله ما كنت مصدق هذا الكلام يعني، لكن شفته بعيني وسمعته بودي. بيقول: لا يحسبن أحد أنني غائب حتى وإن لم أكن من حضور الموقف يعني، فعندي كلام كثير اقتضت الحكمة ألا أتكلم به إلا في وقته. أولا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. حاجة من الاثنين: يا أنت مؤيد للانقلاب اللي حصل ده بتاع الجيش اللي قبضوا فيه على رئيسنا، وقفوا فيه دستورنا المنتخب ولغوا فيه مجلس الشورى، عملوا بقى كل اللي عملوه ده اهو، وفتح السفارة تاني بتاعت سوريا، وتحطيم الانفاق، واغلاق معبر رفح، وكل البلاوي اللي عملوها دي كلها. سؤال واحد ليك يا شيخ ابو اسحاق: انت موافق على اللي عمله الجيش ولا مش موافق؟ سين تقول جيم، ده وقت الحاجة دلوقتي، يا اما تسكت ما تتكلمش خالص. انت بتقول لا استطيع ان اقول كل ما عندي وان عشت سأبينه. قيمته ايه؟ ايه قيمة الموقف اللي انت بتقول سأبينه؟ يعني في المستقبل، يعني حاجة حصلت والناس كلها مستنية تسمع منكم يا مشايخ يا علماء، تعرف منكم الحق، تقول لهم لا مش هنقول لكم دلوقتي. ما هو حاجة من الاثنين: يا اما الناس دي مع حق لازم تقف معاهم، يا اما على باطل تبين لهم الباطل بتاعهم، مش تقول لهم بعدين هبين لكم ان شاء الله. يبقى انت ايه يعني، مؤيد للي حصل ده ولا مش مؤيد؟ عايزين سين تقول جيم. وبعدين بتقول كأن الله اراد ان يقول للمتشوقين والذين يحلمون تطبيق الاسلام: اديناها لكم سنة ما نفعتوش. حرام عليك، اتق الله يا شيخ ابو اسحاق، اتق الله. برضو احنا ما نفعناش؟ تردد كلام الصليبيين والعلمانيين والبلطجية يا راجل، تردد كلام الفلول يا راجل، حرام عليك، ما نفعتوش يعني. مرسي دوت السنة راجل شديدة ولا قضاء ولا ومن الاخ مرسي مين بالظبط انا مش عارف. تقوم تقول اديناها لكم سنه ما نفعتوش، نسلبها منكم لتتربوا. انت بتتكلم الكلام ده لمين يا شيخ ابو اسحاق؟ بتتكلم الكلام ده لمين؟ وبعدين ايه الكلام النظري اللي انت بتتكلمه ده؟ عشان تعرفوا ان التمكين لا يكون الا بالعبوديه. يعني انت عايز تقول الناس ما عندهاش عبوديه لله؟ يعني احنا كفره مثلا ولا ايه؟ مش فاهم يعني. وبعدين احنا دلوقتي مش في موضوع مين اللي بيعبد الله ولا مين اللي مش بيعبد الله. احنا لما تكون في حادثه والناس مجروحه ومتكسره جوه العربيه، ما بنقول لهمش انتوا صليتوا ولا لا، انتوا بتعبدوا. كلام ودي المستشفى الاول دول يتعالجوا، وبعد كده تعالى نقول لهم انتوا ايه اللي حصل ده وكذا وكذا، ونتصافى فيما بيننا وننصح بعض. احنا مش في موضع النصيحة دلوقتي، احنا في موضع الدفاع عن الاسلام. والله العظيم ورب الكعبة لا دفاع عن الاخوان ولا دفاع حتى عن الاخ، لكن انا بدافع عن الاسلام اللي هيضيع دلوقتي، وانت شايف ادي البوادر بتاعته. وبعدين بتقول ايه؟ لو صرتم عبادا لله لمكنكم. يعني احنا مش عباد لله؟ انت بتكلم مين طيب الكلام ده؟ بتكلم الاخ مرسي ولا بتكلم الناس اللي واقفه في الميادين دلوقتي عايزه ترجع الشرعيه؟ كلامك ده موجه لمين؟ يعني زي بيان الجيش بالظبط اللي طلعه قبل الانقلاب وقدامكم انت مش عارف 48 ساعه. يعني انت بتوجه الكلام ده لمين يا جيش؟ بتوجه للناس اللي معاها الحق اللي في الميدان الرابعه ولا التانيين اللي موجودين في؟ لازم يبقى الكلام واضح يا شيخ ابو اسحاق، ما ينفعش الكلام ده دلوقتي. وبرضه هل انا عبد لربي بيني وبين يا شيخ ابو اسحاق؟ احنا في موقف دلوقتي واضح، لازم توضح موقفك منه. فالموقف اللي احنا فيه دلوقتي يستتبع منك تقول احنا بقى انتوا كنتوا غلطانين، لم تعبدوا الله حق العبادة، انتم لم تستغفروا الله تبارك وتعالى. احنا في الموقف ده دلوقتي، الموقف دلوقتي الجيش البلطجي، الجيش الخاين، الخسيس الخاين اللي هو يعتبر قائد عام وخان القائد الاعلى للقوات المسلحة، ودخل قبض على رئيسك وقبض على الناس وبهدل الدنيا زي ما انت شايف، وقتل المصلين اللي بيصلوا الفجر، وادي لسه مقتل اخواتك المسلمات امبارح. يا راجل انت موقفك ايه؟ موقف دلوقتي نقعد نقول انتوا كنتوا بتعبدوا الله ولا مش بتعبدوا الله؟
وبعدين تقول لما بتنكشف الفتن الناس هتعرف مين كان صاحب بصيرة ممن كان اعمى. فتن ايه يا شيخ ابو اسحاق؟ هو احنا اللي فيه ده فتنة؟ احنا اللي فيه ده فتنة ولا خيانة؟ يا شيخ ابو اسحاق والله العظيم لن يرقبوا فيك لا الا ولا ذمة، ولا انت ولا بغيرك. وديك شايف البدايات اهي، اغلاق جميع القنوات الفضائية الاسلامية والقبض على الاخوة من بيوتهم من اوضه النوم. وديك شايف التصريحات اللي بتتقال والاعمال اللي بتتعمل. وادي السفير الصهيوني رجع تاني، وادي الظلم والقهر هيشتغل. فتن ايه؟ فتن ايه يا شيخ ابو اسحاق؟ هي دي محتاجة لسه انك تقول دي فتنة ولا مش فتنة؟ احنا في موقف صعب دلوقتي. انت مع مين؟ انت فين؟ الفتن دي لما يبقى الشيء ملتبس على الناس، ده له تأويل وده له تأويل. لكن قل لي بالله عليك، اوجد لي اي تأويل للي عمله الجيش. قل لي اي تأويل تؤول بيه عمل هؤلاء الخونة المجرمين البلطجية. وبعدين انت بتقول ان نرجع للتسجيلات اللي انت كنت عاملها بعد مش 3 شهور. انا رجعت لها، انت قاعد ساعة ونص تتكلم وانا علقت عليك ايامها. والله ساعة ونص ما عارف انت كنت بتقول ايه بالظبط، وتحكي قصتك لما اتسجنت، تلف من هنا وتجيب من هنا. وبعدين في الاخر خالص بعد الساعة ونص قلت ايه؟ انا ما قلتش رأيي لسه، ولغايه دلوقتي برضو انت ما قلتش رايك، وانا مش عارف رايك ايه بالظبط. يبقى عشان كده قلت لك ليتك سكت. وبعدين في الاخر بتقول لا ينجح ولا يتحرك الا رجل يحمل هما الذي لا يحمل هما رجل فاشل في الدنيا قبل الاخره. انا ذكرت بالفرض، تقصد بيه مين يا شيخ ابو اسحاق؟ تقصد بيه فخامه الرئيس مرسي؟ خليك واضح، خليك واضح. لو عايز تقول للناس كنت عممت، قول الذين، لا الذين، لكن انت قلت الذي، يعني فرد واحد. اسأل اخوانك العلماء هل كان فخامة الرئيس مرسي لا يحمل هما؟ وهم اللي هيجاوبوك مش انا. اسألهم اللي راحوا قابلوه قعدوا معاه من المشايخ الافاضل العلماء. انما تقول انه كان ما معناه لا يصلح لان هو يكون موجود وربنا مكنه سنة وخدها منه. ما هو خدها منه ليه؟ لان حتى الناس، مش حتى من الناس العاديين، مش حتى من الفلول، مش حتى من الجيش، مش حتى من الشرطة، مش حتى من القضاء، مش حتى من الاعلام، حتى من امهات دقون اللي خذلوه للاسف. اتق الله، اتق الله يا شيخ ابو اسحاق في اللي بتقوله، ويا اما ترجع عن كلامك يا اما تلزم بيتك وما تتكلمش. انا بصراحة عايز اقول لك بمنتهى الوضوح، خليك واضح مع نفسك، خليك واضح مع نفسك. سؤال، هل انت كنت ضد ثورة 25 يناير؟ يعني معناها انك انت بتؤيد هذا المجرم المخلوع حسني المجرم؟ ثم هل انت الان مع الانقلاب العسكري اللي حصل؟ خليك واضح ووضح موقفك. انما اللي انت بتعمله ده يعني عيب 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 على رجل يحمل علما ان يكون هكذا. يا شيخ ابو اسحاق انزلوا ووقفوا مع الناس اللي بتطالب بالشرعية، انما مشايخ وعلماء قاعدين في البيوت وكمان مش ساكتين، مش سايبين اللي نازل ينزل، ده بيكسروا في مقاديفهم ويرجعوا وانتوا ودي فتنة وانتوا مش بتعبدوا الله وانتوا. والله عيب على دقنكم وانتوا قاعدين في البيوت والنساء والاخوات في الميادين يضحين في سبيل الله تبارك وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.